تتفاقم أزمة الطاقة في المغرب وتتعمق تداعياتها على جيوب المواطنين المغلوبين على أمرهم في أعقاب إعلان وزارة الاقتصاد في المملكة عن رفع أسعار غاز البوتان المعروف بغاز الطهي إلى $450 للطن السنة المقبلة، منتقلا من متوسط $571 للطن السنة الجارية. رغم محاولات السلطات المغربية التخفيف من وطأة الزيادات المرتقبة على ثاني أكبر مورد طاقوي استهلاكا لدى المغاربة، إلى أن سعر صفيحة الغاز انتقل من 40 درهما إلى 71 درهما العام الحالي، غير أن توقعات تشير إلى مزيد من الارتفاع في متوسط ثمن قارورة الغاز لتصل إلى 110 درهما العام المقبل. ارتفاع قياسي سعت السلطة في الرباط للتخفيف منه عبر الكشف عن خطوات استعجالية لدعم الأسعار من خلال رصد مخصصات مالية من شأنها أن تثقل كاهل خزينة المملكة المتعثرة أصلا بتوفير نحو $2 لدعم سعر غاز الطهي العام المقبل بزيادة تتجاوز الربع بالمقارنة مع مخصصات السنة الجارية، مع الإشارة إلى أن ذات العملية كبدت الخزينة العمومية للمغرب أكثر من $1 خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.